اولا انا سعيد بوجودي في يعني في هذه الجلسه الرائعه، وبعتقد انها من ضمن سلسله نجاحات عداله ومسانده. وشايف ان كل اللي حصل ده وكل الجدل الذي دار هو جزء من الحيويه، لان احنا فعلا بنحتاج الى ده، لان ده اسمه بالظبط حراك ثقافي. يعني احنا ممكن نختلف وممكن نتفق، بس تخيل لو كل واحد مننا دلوقتي ساكت. اذا الحوار هو اساس لاي تقدم مجتمعي. فممكن نحتد، ممكن حد يطرح فكره غريبه، حد تاني يرد عليه، انما لو بدون الحوار هنعمل ايه؟ مش هنوصل لحاجه. امر طبيعي ان كيان زي القبائل العربيه، وانا بقول القبائل العربيه مش بقول على ان يكون محور جدل. ليه؟ اولا اي كيان اهلي يظهر في مصر لابد وان توجه اليه الضربات. ده امر طبيعي، لان ده جزء من المخطط. ان انا لازم اعمل انهيار للعمل الاهلي. ليه؟ لان هذا العمل الاهلي هو الذي يوفر التكافل لفئه كانت موجوده بتقوم بهذا العمل. فبالتالي لما سقطت هذه الفئه اصبح العمل الاهلي في وسط هذه الكيانات الجديده. اذا لابد من توجيه الضربات الاهليه. ولكن اتوقف امام القبائل العربيه على وجه التحديد، ولنا ان نحسم نقاط مهمه جدا. انا في حكم على الاشياء بنظر لحاجتين: بنظر للبعد التاريخي للكيان او الشخص، وبنظر للحملات الموجهه ضده. البعد التاريخي لهذا الكيان الكبير، القبائل العربيه لها تاريخ واسع يا جماعه. الموضوع مش موضوع سهل. القبائل العربيه لها تاريخ واسع وتاريخ مؤثر في الحركه الوطنيه المصريه. يعني لو كنتوا تسمعوا عن حمد باشا الباسي، شيخ العرب حمد باشا الباسي، ده يعني حاجه ملهاش حل في هذا التاريخ. ايضا لنا ان نتوقف امام مهمه خطيره جدا. مش عايز بقى اتكلم عن فكره هم اللي بيحموا الحدود، انما دعنا نقنن اللفظ شويه ونقول حراس الحدود او حراس القوميه المصريه. متعاونين مع القوميه. جميل، حلو، اي ما يكون اللفظ ولكن مضمونه في هذا الاطار. لنا ان نتوقف امام يا جماعه حاجه مهمه جدا: الدور الكبير اللي لعبته قبائل سيناء في الفتره من 67 ل 73. وهنا احنا مش بنحكي حكايه تاريخ ولا احنا في حصه تاريخ، بس انا عايز افكركم بشيء مهم جدا. في عام 68 كان في مؤتمر مهم جدا، مؤتمر الحسنه، واللي دعا ليه اسرائيل، وكانت بترسخ لفكره ان تكون سيناء دوله مستقله. وبس ايه عايز اقول لكم، بس ان التاريخ لا يعيد نفسه كلية، ولكن يعيد نفسه في بعض المراحل. يعني في محطات معينه التاريخ بيعيد نفسه، انما مش كلية. لو بصينا لفكره ان سيناء تصبح دوله مستقله، هذه الفكره فكره متجدده وبتحصل كل فتره. بتحصل بتحصل بتوطين فلسطينيين، وبتحصل يعني في اسباب كتير، في اشكال كتير لفكره تقسيم سيناء وجعلها دوله مستقله. ايه اللي حصل؟ شيخ وطني اسمه الشيخ سالم الهرش اتفقوا معاه على ان لازم يعلن باسم القبائل انفصال عن مصر. ليه؟ لكي يصبح الاحتلال مقننا. يعني هو الهدف ايه؟ ان اسرائيل تسيطر على هذا المكان نهائيا. يعني فكره ان دي دوله مصريه لا. فالراجل خدهم واشتغل معاهم تمام وزي الفل، وجه ساعه الوقت المناسب وامام العالم كله، وكانت فضيحه مدويه، واعلن رفضه وقال لك من يريد ان يتفاوض على
عليه بالذهاب الى جمال عبد الناصر. اذا احنا امام يعني كيان مش عادي، وامر طبيعي ان يوجه له الضربات، وامر طبيعي ان يحدث هذا الجدل المجتمعي لما تلاقي ان كل القبائل التي تعاونت مع المخابرات الحربيه والاستطلاع في الفتره من 67 ل 73 هي التي ساهمت في ان يكون هناك رسم دقيق لكل المواقع الاسرائيليه، رسم دقيق لكل الاحتياطي. انا اذكر وكلهم في رحمه الله اللي هو فؤاد نصار وهو بيكلمني عن نشأة، يعني واحنا كنا بنسجل مذكرات وهو بيتكلم عن منظمة سينا، واللي هو الله يرحمه منظمة سينا العربية، واللي هو الله يرحمه اللي هو محمد اليمان الله يرحمه كان من ابناء بدو سيناء. حبيبي سيناء يعني في الناحيه الثانيه خليك زي ما انت عامل ايه طيب؟ خليك زي ما انت انا مش عايز اقفل عليك. لا كمل زي ما حبيبي فاللي هو محمد اليماني كان ابن من ابناء هذه القبائل، وكانت مهمته حاجه واحده بس، ان يدرب، وهذا الكلام كلام معلن، انا مش بقول اسرار يعني، ان يدرب هؤلاء الشباب على فكره الرادار البشري. انت عارف يعني ايه حضرتك رادار بشري؟ يعني بيدي معلومه للتاني كل 5 كيلومتر، يعني واحد ينقل للتاني للتالت للرابع عقبال ما توصل. شوف المعلومه توصل بعد قد ايه؟ ليه؟ لانك ما عندكش قدره في التوقيت ده لدى القوات المسلحه المصريه انها تعمل نقل معلوماتي راداري. ده ما كانش موجود وكان يمكن كشفه. فلك ان تتخيل هذه العائلات التي آوت كل ضباط الاستطلاع في الفتره دي. يا جماعه احنا امام كيان كبير، بس هي القضيه في ايه؟ القضيه ان كل كيان يمكن ان يدعم الدوله المصريه ويمكن ان يؤثر في الدوله المصريه، لابد من ضربه. ده شيء اساسي. ليه؟ لان الناس دي هدفها هي الاختلاف، صناعه التحريض، زي ما كان بيتكلم الشيخ كامل من شويه، بيتكلم على نقاط معينه تحصل في اي لقاء لابد من التقاطها. لان يا جماعه بناء الشائعه وترويجها وصناعتها ونقلها ده موضوع كبير قوي، ده علوم كبيره يعني وعلوم متخصصه. فانا بشكر هذه الحاله من الجدل، وانا ارى ان الماضي امتداد للمستقبل. ولكن السؤال الاخير، ما هو المشروع؟ انا مؤمن ان بلا قضيه، انه لا تقدم بلا قضيه، لازم يبقى في قضيه. ما هي القضيه التي تشغل الاتحاد؟ مش مساله التكافل وبس، التكافل ده شيء جميل. انا بتكلم على حاجه، اتحاد ممكن يمثل 30% من المجتمع المصري. ما هو المشروع التنموي الذي يمكن ان يقدمه هذا الاتحاد الى مصر والمصريين؟ شكرا والسلام عليكم. شكرا مستر شريف. عندنا سؤالين لفضيله الشيخ سيدي العسقلاني.